بنقول لكم النهارده اول ظهور لايمان من جوه المحبس بتاعها، وهي بتعترف على الحقيقه كامله وكشف المستور شكل ما احنا بنقوله، وبتكشف المستور وتعترف على 6 اشخاص ورا الجريمه او ورا الحادثه اللي حصلت للدكتور اسامه اللي هو طبيب الساحل. ومين اللي دفع الفلوس؟ كلمة مين اللي دفع الفلوس دي بتحير لغاية الآن، محيرة ناس كتير. عاوزة أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا جدا. أي قضية بيبقى فيها أطراف كتير جدا جدا، مش 1 أو 2 أو 3. ما على فكرة اعمل حسابك إن هم مهما كانوا عمرهم ما يعترفوا على بعض نهائي. بس هنا في القضية ديت حاجة مخفية. في القضية ديت غير أي قضية. القضية ديت محامين القضية بالكامل، سواء ال3 أشخاص اللي هم بيدافعوا عن المجرمين أو أي شخص. فهيكون هنا الخطة الحاسمة شكل ايه بالظبط، هنكونوا فاهمين كل حاجة. ده هيطلب ان ده يقول الحقيقة، وده هيطلب ان ده يقول الحقيقة واعترف على مين اللي زقك وعلى مين اللي عملك، علشان اللي يلبسه هو احمد شحتة. بس محامي احمد شحتة اللي هو اشرف نبيل عنده اتجاه غير ده خالص، مش هو اللي هو اعتراف الحقيقة مين اللي قالك اعمل كده او مين قالك اعمل كده. اشرف نبيل هو هدفه، هو الحاجة الوحيدة ان الجثة تتشرح من اول وجديد، او خبير تشريح او خبير من حاجات من ديت في القضية علشان يفهم حاجات كتير. واحنا بنقول لحضراتكم هنا في ملابسات بتقول لحضراتكم ان في اكتر من 5 مليون مدفوعين. جم الفلوس من ديت منين؟ وهم كان هدفهم السرقة شكل ما هم بيقولوا، معترفين في التحقيقات ان هم هدفهم السرقة. هل يا حضراتكم لو واحد عاوز يسرق شخص مش هو بيكون فقير خالص، ما يكونش لاقي عشان ياكل ويشرب، صح ولا غلط؟ هنا دولت معاهم 5 مليون جنيه، يعني حالتهم فوق الممتاز. طب وليه عملوا الجريمة ديت؟ ليه دبروا الحاجات ديت؟ ليه عملوا الكلام ده؟ ايمان عندي يقين ان ايمان هيجيلها يوم في الجلسة اللي جاية ان شاء الله، اللي هي يوم سبت او حد على ما اتذكر، ان ممكن في الكلام ده كتير يعترفوا على بعض باعترافات، بأدلة، بثبوت، بحاجات كتير جدا جدا. وساعتها هنكشف المستور ونقولهم اهم الحقيقة بانت، اهو الدنيا بانت وانكشفت. شكل احمد حمد عملها دلوقتي، هو بقى اشهر محامي وبقى اقوى محامي بسبب ان هو تنه مصر على طلباته في قضية هناء قتلت ابنها لغاية لما طلعها براءة. هل حد منكم كان يتصور؟ احنا على فكرة احنا اتكلمنا في القضية ديت هنا قبل كده وفي قناة تانية اتكلمنا فيها. مش احنا قلنا ان اصلا من رابع المستحيلات ان هناء ديت تطلع براءة، او حتى تاخد 15 سنة او حتى تاخد مؤبد، صح ولا غلط؟ ده عشان عملت جريمة بشعة. اهي طلعت براءة خالص، ومحامي هو اللي كان جاب له واحد تاني اعدام من اول جلسة. لو تتذكروا من قضية محمد عادل اللي في لغاية الان في ناس بتتكلم فيها، مش عارف بتتكلم فيها ازاي وبتتكلم فيها بتجيب منين. انا كنت عن نفسي بتكلم، بس اجيب منين؟ اتكلم في ايه؟ كان في الواد والبيت عند ربنا. خلاص خلى عندكم دم يا اللي بتتكلموا في القضية لغاية دلوقتي، سواء من الناحية دي او من الناحية دي. احترموا من نفسكم، بطلوا كلام في القضية ديت. كفاياكم نهضتوا في عرض البنت كتير، ونهضتوا في عرض الواد كتير، وفي عرض اهل البنت وفي عرض اهل الواد. كفاياكم بقى، كفاياكم وخفوا. فانا احب انوه لحضراتكم على حاجات مهمة جدا جدا جدا. ان ايمان وراها مفتاح، اذا انفتح هيخلي الدنيا تنفجر. على فكرة الأستاذ حازم محامي إيمان اللي كان بيقول إن هي مريضة نضال عضلي وكان بيطلب براءتها من المحكمة، فاكرينه؟ أكيد فاكرينه، مفيش حد ما يفتكرهوش.
بيقول ان ايمان قايلالي وقايله لابوها اسرار لا تنزع ما تنزعتش خالص، ما حدش كشفها خالص، ما حدش قالها خالص، وهتنكشفوها في قلب المحكمة وهتتقال في قلب المحكمة كمان. طب هي ايه الاسرار ديت؟ طب هي ايه الحاجات المخفية ديت علشان نكونوا فاهمين ونكونوا مقتنعين ونكونوا حاطينها في الصورة؟ من هي الملابسات ومن هي الدفوع اللازم احضرها يا استاذ حازم؟ وما هو مرض النضال العضلي؟ اكيد حضرتك انت مرضتش تشرحه ومرضتش تقول للراجل لما سألك ما هو مرض النضال العضلي يا استاذ حازم. ما قدرتش ترد عليه وما فسرتش المرض، وقلت يعني واحدة مش قادرة تاكل ولا تشرب. حضرتك مش قادرة تاكل ولا تشرب، حضرتك انت بتقول ابوها برضك زارها، ابوها يقول لها انت سوقت سمعتي في الارض، انت خليتي راسي في قلب الارض، مش عملتي حاجة كويسة. احنا كمصريين ما بنتشرفش بالاشكال دي كلها، باشكال الجرائم اللي قتلت ديت. فاحنا بنطلب كم مرة ان الناس دي تتنفذ اعدامها على الهواء مباشرة، هيكون جامد جدا جدا. ما عادش هنشوفه جرائم قبل كده بعد كده لو حصل الكلام ده. شكل ما بقول لحضراتكم هو اعترافهم الحقيقي ولا يكون عامل. طب مين يا جدعان اللي دفع الفلوس دي؟ مين اللي دفع الفلوس وكشف اساميهم؟ مين احنا لغايه الان احنا بندور وبنقول مين. انا على فكره ما عدتش بسمع اي لقاءات مع اي شخص على اليوتيوب. انا بقول لنفسي عارف فيديو الناس هتعجبها ماشي، مش هتعجبها ما تعجبهاش يا جدعان، بس انا بطلع اقول كل اللي عندي. انا لو قعدت اسمع لكل واحد اطلع كلام كتير واعمله فيديوهات. وعلى فكره لو كنت بصيتوا انا كنت قاعد فتره كبيره ما نزلتش فيديوهات، بس انا جيت هنا عشان اعمل فيديو المظبوط ده، علشان اتكلم في الفيديو المحترم ده، علشان اقول لحضراتكم ان ايمان اذا قالت الحقيقه صحيح شكل ما هي كانت محاميها بيقول ان هي هتعترف بالحقيقه كامله، يبقى ساعتها كده احنا بنحط ايدينا عن حاجة اسمها كشف المستور، كشف الصندوق كمان. وكمان محامي احمد فرج قال ان هو هيطلب منه انه يعترف على الحقيقة كاملة ويعترف ويكشف المستور اللي الناس مش عارفاه، علشان نكون الناس فهمت الحقيقة كاملة. وده اللي احنا مستنينه يوم المحاكمة. يا ريت تكون المحاكمة دي تنزع على الهواء مباشرة علشان نكونوا فاهمين، او يوم الجلسة تنزع على الهواء مباشرة عشان نكونوا فاهمين اشرف نبيل هيقول ايه، نكونوا فاهمين محامي احمد فرج او الاستاذ احمد، معرفش اسمه احمد ايه، مش فاكر احمد مش فاكر، والاستاذ حازم. عاوزين نشوفوا ايمان ونشوفوا ده ونشوفوا ده ونشوفوهم كلهم واقفين في قلب المحكمة بيستعدوا لمحاكمتهم، بيستعدوا لقضاهم اللي هو مستنيهم. وان شاء الله اعدام للثلاثة ان شاء الله. امين امين يا رب العالمين. عاوز اقول لحضراتكم اخيرا خالص، ما هو اللي حصل للدكتور أسامة ساعة ما كانوا بيموتوه على البطيء؟ هل حصل له ايه وهم بيموتوا على البطيء؟ هل كان بيقول لهم كفاية ارحموني، ولا هم كانوا ايه؟ كانوا جبابرة؟ كانوا مخلوقين من شياطين؟ كانوا شياطين نزلوا كده، او جوم لوحدهم، او ايه؟ هل حضراتكم ممكن تقتنعوا ان هم يبقى عندهم مرض نفسي او ملبوسين شكل ما حصل مع هناء ممكن ياخدوا براءة؟ هل حضراتكم عندكم واقع بكده؟ هل حضراتكم عندكم يقين بكده؟ هل حضراتكم مستنيين الواقع ده؟ هل حضراتكم انتوا عندكم يقين ومستنيين ده الواقع اللي ممكن يحصل ولا ايه بجد؟ انا مستني رأيكم ليكون الاستاذ حازم يتعلم من احمد حمد، ما هم كلهم محامين شكل بعض، معلش، يتعلم من احمد حمد ويطلبها ان يتوقع عليها بالكشف الطبي ولجنة ثلاثية ولجنة خماسية والاخر تطلع مجنونة. هل ده بحضراتكم اللي احنا مستنيينه؟ هل ده حضراتكم اللي ممكن يحصل؟ هل حضراتكم ده اللي احنا ممكن نشوفوه ونسمعوه في الجلسة القادمة
ان شاء الله ان هي مريضة نفسيا شكل الام اللي قتلت ابنها، او احمد فرج شكل ما محامي بيقول اصلهم مخلينه عاملينه في ايدهم شكل لعبة كده، يمين لمن يمين شمال 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 يمين يمين. هل حضراتكم ممكن ان نقول انا برجو التوقع الكشف، برجو التوقيع على الكشف الطبي عليه لان حالته النفسية سيئة، وان ممكن يكون مجنون ومريض نفسي عشان كان بيسمع كلامهم؟ هل ده اللي ممكن يحصل؟ يا ريت تعمل لايك وشير واشتراك في القناة عشان تنتظروا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.